لازم نكون متفقين إن مش كل حاجة في حياتنا لازم يبقى ليها تفسير. الحكاية اللي هنتكلم عنها النهاردة حكاية مستشفى قديمة في سوهاج، موجودة على أطراف واحدة من القرى اللي هناك. اتقفلت بعد سلسلة من الأحداث الغامضة اللي محدش لقالها تفسير وقتها. المستشفى كانت شغالة في الخمسينات، بس بعد فترة معينة بدأ المرضى يشتكوا من إنهم بيسمعوا بالليل أصوات غريبة، خطوات بتجري في طرقات المستشفى، أصوات صريخ عالية وسريعة، أبواب بتتقفل وتتفتح في الدور اللي فوق، اللي بالمناسبة كان مقفول ومش شغال أصلا. في يوم اختفت ممرضة من اللي كانوا شغالين في المستشفى، بس بعد اختفائها بكام يوم بدأ المرضى والطاقم الطبي اللي في المستشفى يسمعوا صوت صراخها وأنينها كل يوم بالليل جاي من الدور اللي فوق، لغاية ما قرروا يطلعوا الدور اللي فوق فعلا يشوفوا فيه ايه. طلع مجموعة من الإدارة وجزء من الطاقم الطبي. أول ما طلعوا الدور حسوا بخنقة مش طبيعية، برودة جامدة في الجو بالرغم إنه كان صيف. ما مشيوش غير خطوات قليلة قوي وأبواب الجحيم اتفتحت عليهم. أبواب الأوض بقت بتفتح وتتقفل لوحدها، صوت صريخ حاد جدا لدرجة إنهم حطوا إيديهم على ودنهم وبدأوا يقعوا مغمى عليهم واحد ورا التاني. الفايق كان بيجر الواقع من رجله على السلم عشان ينزلوا بسرعة، وطلع بعدها القرار اللي كان لازم يطلع من الأول بقفل المستشفى إلى أجل غير مسمى. لحد النهاردة المستشفى دي موجودة، محدش يجرؤ يقرب منها، وبالذات بعد غروب الشمس، عشان أصوات الصريخ اللي بتبقى طالعة منها محدش هيحب يسمعها وهو ماشي بالليل لوحده أبدا. الحكاية دي ومعانا غيرها كتير بس على قناة رعب خلف الظلام، خليكم معانا.